ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهارده وصفه بطاطس مش هتشبعي من حلاوتها ومن جمالها. عايزه اقولك عملتها من امبارح مرتين من جمالها يا جماعه. معانا هنا بطاطس، واهم حاجه تكون البطاطس معاكي تحمير من الدرجه الاولى عشان تديكي نتيجه كويسه جدا. هنجيب معانا البطاطس بتاعتنا وهنقشرها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهنبدا نقطعها بالطريقه دي. احنا مش هنعملها شيبسي، احنا هنعملها تخينة شوية، لا يعني ما تقطعيهاش شيبسي. جربي الوصفة دي يا جماعة، جربوا الوصفة دي يا جماعة، بجد بجد تحفة وهتعجبكم. سمك البطاطس زي ما انتم ما شفتوا كده. وهنجيب بقى طاسة الزيت بتاعتنا وهننزل بالبطاطس بتاعتنا وهنبدأ نحمر فيها زي ما انتم ما شايفين، ولغاية ما تتحمر بقى. معانا هنا يا جماعة بقدونس، هنبدأ نقطعه كده رفيع جدا زي ما انتم ما شايفين. ومعايا بصلايه برضو صغيرة هنبدأ نقطعها. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحط اللايك، وبحبكم كتير حبايبي في الله، وبتوحشوني كتير من الفيديو للفيديو والله العظيم. خلاص، وهننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون وشوية بابريكا. واللي هيديني بقى الطعم والمزازة واللذاذة، الطعم المميز جدا، الليمونة اللي انا هحطها دي. انزلي بليمونة كده كاملة. عايزة اقولك انا هنا نسيت اقطع طماطمايه، هنجيب طماطمايه ونقطعها، بس هنشيل منها المية بتاعتها، هناخد الجلد بس بتاع الطماطم، هنقطعها قطع صغيرة كده. الخلطة دي اصلا ريحتها لوحدها كده جبارة. خلاص، هنقلبها بقى كده ونسيبها مع بعض لغاية ما نحمر البطاطس بتاعتنا وهننزل بيها. هنبدأ بقى نقلب كل بقى الخلطة مع البطاطس، وقلبي كويس عشان الخلطة كلها تخش في البطاطس زي ما انت ما شايفة. عايزة اقولك وصفة تحفة تحفة تحفة، جربيها والله العظيم. بصي، هتدمنيها كده ومش هتبطلي تاكلي منها ومن حلاوتها. بص بقى في العيش، يعني بصراحة ما بتاكلش غير بالعيش. وكده نكون خلصنا مع بعض الفيديو، واشوفكم حبايبي